يلا بينا نعمل حاجة حلوة. بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات كذا يوم، قلت ايه اخد اجازة. لو اول مرة تشوفوني انا اسمي هدير، متنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. النهاردة هنعمل كيكة الاوريو ويلا بينا نبدأ. مكوناتها بسيطة جدا، معانا كوباية من الحليب ومعلقة الحليب اللي هو اللبن ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر ممسوحة و8 اكياس من الاوريو الصغننين. الكيس اللي فيه 4 وحدات بس. اوكي، الكيس الصغنن بيبقى فيه 4، يعني حوالي كام واحدة؟ اضربوا بقى 4 في 8 بكام؟ اصلا انا فاشلة حساب. ماشي، ضربناهم وجبنا البايركس بتاعنا الصغنن ده وحطيته فيه ونزلنا بكوباية من اللبن. اللبن عادي جدا، مش سخن ولا دافي ولا اي حاجة، من التلاجة، وحطيته عادي جدا. ونزلت بالبيكنج باودر وقلبت كويس، لقيت الخليط تقيل جدا، فقلت اما ازود معلقة كبيرة واحدة بس من الحليب اللي زودتها. وبعدين قلت بقى اما اعمل تركية كده وافتكاسة جميلة. جبت اي نوع شوكليت عندك، حليب او دارك، حطيتها في النص وهبت كده الصينية وسويت الدنيا، ودخلت الميكرويف لمدة 4 دقايق بالظبط. ودي بعد ما شكلها ما خرج. انا كنت منزله فيديو قبل كده قعدت حوالي 3 دقايق و20 ثانيه، بس هي المره دي مكتره الكميه فقعدت مده اكبر. سيحت بقى شوية نوتيلا في الميكرويف وحطيتها على الوش. ودي برضو تركاية، حابة تعمليها اوكي، مش حابة كليها كده مع شوية حليب وبالهنا والشفا. وكمان هعمل حاجة كمان، قلت اما ازين من فوق بالاوريو عشان تديها كده ايه، شكل كده رومانتك وتحفة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. هي بسيطة جدا وما اخدتش اكتر من 4 دقايق في عمايلها. يا رب تكون عجبتكم، بس فعلا انا مش هينفع اقطعها قدامكم واوريكم الشكل النهائي، لان دي كانت رايحة لناس عزاز عندي، لصحابي حبايبي. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. ومع السلامة، وانتظروني بفيديو جديد.